أريد أن أحدثكم عن شيء مهم. خوتي لي زالجيريان وخواتاتي لي زالجيريان وخوتي لي ماروكان، كاين فئة من الناس تجهلونها ومغيبة تتألم كل يوم وتبكي كل يوم على جيلكم انتوما يا كلاب الكاسكيطة، يا مخابرات إرهابية اللي راكم تعمروا في الإعلام الرسمي باش يسب الشعب المغربي. كان خليتوا الإعلام هذاك بريفي، معليش نقولوا سيدي مالاد مونطو، خرجوا من المعهد الإعلامي تاع التبرنا تاع سيدي الطاهر، سي با غاف، بس إعلام رسمي في لي باج اوفيسيال تاع الدولة تسبوا في الجارة باسكو خير منكم في كل شيء. لي ماروكان او مونطري باللي هاربين على القارة الأفريقية، هاربين ولاو الكور يروحوا يستريحوا عندما يتعب قاوري يحب يروح يستريح في المغرب، وهذه حقيقة ما تقدرش ميم با تخبيها أيها الشيطان الكذاب والأشر. تو المدن تاعك تغرق، ما عندهمش من البرومي جونفي، الناس من البرومي جونفي 2026 ليومنا هذا ما عندهمش الماء. تجي تهدر في دولة هاربة عليك في كل شيء. ماذا كان سيكون موقفكم كان جا المغرب عندهم البترول تاعكم اللي راكم تنهبوا فيه؟ كانوا هربوا على جد بابكم. لا أقول هذا لكي أبرر موقف المغاربة الذين يسبون الجزائريين، هذوك اللي يسبوا المغاربة كيف بالنسبة لي. أنا أدافع عن فئة من الناس واسمهم الجيرو ماروكان. ما ذنبهم مسكين مساكن كل يوم هي تقول الرجل هاو علاش راكم تسبوا فينا، هو يقول هاو علاش راكم تسبوا فينا. اسكو فو سوبوزي لو درام اللي راكم خلقتوه في الآلاف من لي كوبل الجيرو ماروكان. أستاذ حفيظ دراجي، tu réalises le mal que tu es en train de faire pour des générations, pour 20 ans là, pour 30 ans. الجرح هذا سوف يبقى لأنك شاركت في إدخال هذا الخنجر فيه، alors que دورك أنك تبني جسور المحبة والأخوة بين الشعبين. وتعلم أكثر مني لأنك تعرف هذا النظام خير مني باللي العسكر والكسكيطة هم اللي حابين يدمروا هذه العلاقة التاريخية الأبدية الأزلية بين الشعبين.